مساء الخير عليكم يا حبايب. عايزة أقول لكم إن قناة حكايات خالتي مبسوطة فيها قصة حلوة قوي، أكيد هتعجبكم وأنا متأكدة من كده. علشان كده سايبة لكم الرابط تحت في أول تعليق مثبت، وهتلاقوني مستنياكم هناك. يلا دلوقتي ندخل ونشوف حكاية الليلة. صباح الخير يا بنتي يا سعيدة، تعالي يا بنت، الله يسترك اعملي لي كوباية شاي تظبط نافوخي، لحسن يا اختي صاحية كده من النوم مصدعة على الآخر. حاضر يا خالتي، ألف سلام عليكي من الصداع. يوه، بسم الله الرحمن الرحيم. خدي يا بنتي يا سعيدة هنا، مالك كده يا بنت؟ قاعدة هادية ونادية في نفسك، مش بعدتك يعني أشوفك عاقلة كده؟ وكمان هتقومي تعملي كوباية شاي من غير رغي كتير ولت وعجن؟ يا سبحان مغير الأحوال. محتاجة حاجة تانية مع الشاي يا خالتي؟ أعملك سندوتش؟ مالك يا بنتي يا سعيدة، انتي تعبانة ولا فيكي حاجة؟ مش متعودة يا اختي منك على كده. فين الموشح بتاع كل يوم بتاع شوفي لي عريس يا خالتي وعايزة اتجوز يا خالتي؟ والله يا خالتي انا احترت معاكي، هو انتي مش عاجبك حاجة خالص؟ يعني ابقى شعنونة تتضايقي وتزعلي، اسكت وحط لساني جوه بقي برضه مش عاجبك؟ طب اعمل ايه قوليلي؟ ما تعمليش حاجة يا حبيبة خالتي، قوم اعملي لي كوباية شاي وقللي السكر عشان الدايت. انا والله يا اختي ما اقصدش حاجة، بس بنكشك يا بت، استغربتك، مش متعودة عليكي وانت مؤدبة. طيب يا خالتي، على ما تخلصي استغرابك بقى هكون انا عملت لك كوباية الشاي. دخلت سعيدة المطبخ عشان تعمل الشاي، وبعد شوية خرجت سعيدة من المطبخ بالشاي وخالتها قاعدة مستنياها. ما هو بصي بقى يا بت، انا لازم اعرف ايه حكايتك يا بت، الادب والاخلاق مش لايقين عليكي. طيب يا خالتي انا هريحك من الاخر كده، انا قررت اغير من نفسي، اصلي لقيت يعني ان الصربعة على الجواز مش نفعني بحاجة، فقررت ان انا اتقل شوية واشوف مستقبلي. عين العقل يا اختي، شاطرة يا حبيبة خالتك. طب وقررتي تعملي ايه بقى؟ انا قررت يا خالتي ابقى بيزنس وومن قد الدنيا، واعمل مشروع وارباحه مضمونة 100%، وكمان ايه، مش محتاج رأس مال ولا محتاج حاجة خالص. يا ترى بقى يا اختي ايه هو المشروع اللي ارباحه مضمونة 100% ومش محتاج رأس مال؟ هو فيه خيبة الامل مشروع من غير فلوس؟ ما أنا مش عارفة يا خالتي، لسه بفكر، بس أنا بسمع الناس بتقول كده، دايما أسمعهم في الأفلام يقولوا مشروع مضمون أرباحه 100% ومش محتاج رأس مال. أنا بقى هسأل وأدور وأعرف إيه هو وأشتغل. طب وعلى إيه يا حبيبتي تعملي مشاريع وتفكري وتبهدلي نفسك؟ هو أنا يا بت حرمتك من حاجة؟ اسكتي يا خالتي، هو انت يا خالتي عشان بتجيبي لي طقم في العيد وشنطة وجزمة تليق على الهدوم تبقي كده مش حرماني من حاجة؟ الله يسترك، اسكتي وخليني ساكتة احسن. اخصى عليكي قلة الرباية بقى، هي دي يا بت اخر تعبي وشقاية عليكي؟ اما بصحيح قليلة الادب، ما بيتمرش فيكي حاجة، زي القطط بتاكلي وتنسي. سيبك بس يا خالتي من الشويتين دول عشان انا مش فاضية ودماغي مشغولة قوي. يا حلاوة المولد، طب وايه يا اختي الكراسة اللي في ايدك دي؟ هترجعي يا بت تذاكري من اول وجديد؟ معلش يا خالتي، احسن الجهل وحش برضو. انا يا خالتي بعمل دراسة جدوى للمشروع اللي لسه معرفش ايه هو. طب بقولك ايه يا اختي، قومي كده افتحي الباب عشان حاسة انه بيخبط علينا. ما تقلقيش يا خالتي، اللي بيخبط مش عشانك، ده عشاني انا، دي واحدة صاحبتي جاية تقعد معايا شوية، وبعد اذنك بقى هاخدها ونقعد مع بعض في اوضتي، ويا ريت مش عايزين ازعاج، عايزين نتكلم في المشروع اللي احنا لسه معرفناش ايه هو. وراحت سعيدة تفتح الباب عشان ثانية صاحبتها اللي اول ما شافتها خدتها بالبوس والاحضان. مين؟ ثانية؟ تعالي يا اختي تعالي يا مرحب. ايه يا بنتي اللي فكرك بينا؟ مش كنا خلاص فضيناها سيرة وقطعنا علاقتنا بيكي من ساعة مامك اتهمت البت سعيدة انها بتعاكس ابن خالتك وعنها منه؟ يوه يا خالتي، والنبي ان انتي قلبك اسود،
خلاص بقى يا خالتي مبسوطة، ده أنا حتى بحبك والله. وبعدين ده كان موضوع قديم وخلاص راح لحاله، وهو ابن خالتي لا اتجوزني ولا اتجوز سعيدة، واتجوز واحدة تانية وخلف كمان. عقبالي يا رب. ادخلي يا سنية، خلاص بقى يا خالتي، ادعيلنا احنا الاتنين. وبعدين يا خالتي سعيدة دي تبقى صاحبتي، وانا وهي اصحاب من زمان، ومستحيل نستغنى عن بعض ابدا، مش كده يا سعيدة؟ كده طبعا يا سنية. تعالي يلا يا حبيبتي علشان نتكلم في الموضوع والمشروع المهم اللي هنقلب بيه مصر كلها. الخالة مبسوطة بتبص لهم من فوق لتحت. طيب يا اختي انت وهي ربنا يهديكم لبعض، اما سيبكم بقى انا وادخل اشرب كوبايه الشاي بتاعتي في البلكونه. جاتكم الهم. قال على رأي المثل اتلم تن على تنتن، واحد نتن والتاني انتن. سعيدة راحت واخدة صينية من ايدها وداخلين على اوضتها وقافلين وراهم الباب. هيا يا بنت يا سنية، عملتي ايه في اللي قلتلك عليه؟ اوف، اسكتي يا بنت يا سعيدة، ده انا من ساعة ما عملت الصفحة امبارح وعدد المتابعين عليها بقى يشغي، بقى قد كده. حلو، هو ده الشغل التمام. طب بقولك ايه، سميتيها زي ما قلتلك؟ ايوه طبعا، امال المتابعين جم ازاي؟ دول يا بنت ماسورة رجالة واتفتحت. تحسي يا اختي ان اول ما شافوا صفحة لخطبة ما صدقوا، زي ما يكونوا يا اختي مش لاقيين عرايس ومستنيين خطبة من على الفيس تجيب لهم عرايس وتجوزهم. عندك حق يا بنت يا سنية، امال انا محدش بعبرني ولا بيبص في وشي ليه؟ سيبك انتي، ده انتي بالمنظر ده هتتجوزي في خلال اسبوع بالكتير. ده انا لحد دلوقتي يا بنت في 7 رجالة بعتولي بياناتهم وصورهم على الخاص عشان اشوف لهم عروسة، على اني يعني انا الخاطبة. حلوة قوي يا سنية، هما بقى ال7 دول ابعتي لهم صورتي وكل بياناتي بالتفصيل الممل، واللي عجبه فيهم اديله العنوان وخليه يجي يكلم خالتي ويطلب ايدي. طب ما انا فعلا يا اختي عملت كده. انت عارفه يا بت، ده لو واحد بس فيهم جه وتقدم لك هتبقى فتحه خير، وهو واحد ورا واحد، والعرسان تبقى عليكي زي الرز يا بنت المحظوظه. ايدك بقى يا بنت يا سعيده على الحلاوه، على اول عريس مقدما. بس كده، ده انا عينيا ليك يا سنية. بس بقولك ايه، اوعى خالتي توقعك في الكلام، لحسن دي وليا رغاية قوي ومش بيهدى لها بال غير لما تعرف كل حاجة. يعني انا عارفة دلوقتي ومتأكدة انها دلوقتي عمالة تفكر احنا بنعمل ايه وبنقول ايه. انت هتقولي لي يا سعيدة يا اختي دي وليا قرشانة، ما انا عارفاها يا اختي كويس قوي، بس اوعي انت بس توقعك في الكلام. انت مهما كان هبلة وانا عارفاكي ولسانك بيفلت منك على طول. لا ما تخافيش، عيب عليكي، اصلا من صباحية ربنا وانا عمالة امثل عليها اني ما بقتش احط موضوع العرسان ده في دماغي خالص، وعايزة اشتغل واعمل مشروع. جدع يا بنتي يا سعيدة، شاطرة وشطورة. يلا بقى بسرعة هاتيلي الحلاوة لحسن مزنوقة في 200 جنيه قبل ما خالتك اللتاتة تدخل علينا. وفجأة دخلت عليهم خالتي مبسوطة وهي ماسكة الشبشب في ايديها وبتقول بقى انا وليا لتاتة يلي ولولوا عليكي من بدري انت وهي. وراحت ماسكة سعيدة من قفاها وقايله لها شيلي يا بنت فلوسك، انت سايباها تقلبك يا اللي تتوكسي وتغلط فيا عيني عينك كده. امشي يا بنت نجري من هنا لحسن احدفك من الشباك وهيبقى طريق اسرع للخروج. جرى ايه يا خالتي، انت ليه بتتدخلي في خصوصياتي بالشكل المريب ده؟ انت ازاي تدخلي عليا انا وصاحبتي واحنا بنتكلم من غير ما تخبطي؟ هو يا بنتي بعد اللي انا سمعته من ورا الباب ده ليكي عين تقولي لي خبط ولا ما خبطش؟ ده انت ليلتك سودة انت وصاحبتك. بقى يا بنت عامله صفحه خطبه على الفيسبوك عشان تشقطي عرسان، بقى دي اخرتها يا سعيده؟ وكمان بتتجسسي عليا يا خالتي؟ لا ده انت زودتيها قوي. الخالة مبسوطة وهي ماسكة سعيدة من قفاها وعمالة تشتم فيها ما تجسس يا بت براحتي وزودها براحتي، عندك منع ولا حاجة؟ يا بت ده انا ليا فيكي اكتر من امك الله يرحمها
كان لها فيكي وقطعك كده حتت حتت كمان دلوقتي، ولا تنطقي ولا تقولي لي تلت التلاتة كام. ثانية بخوف قالت طب استأذن أنا بقى يا جماعة، دي أمور عائلية تحلوها مع بعض. مع السلامة يا أختي والقلب دعيلك، وحسك عينك يا بت أشوف وشك هنا تاني. امشي يا بت غوري من قدامي. سعيدة بتبص على الثانية وهي ماشية. حرام عليكي يا خالتي، حرام عليكي، ده الباسورد بتاع صفحة الخطبة معاها، هتضيعي مستقبلي. بتقولك في 7 عايزين يتقدمولي. شوفي يا اختي البيت، انا برضو ما خلش عليا حوار المشروع والحوارات اللي انت قعدتي تحوريها عليا. ما تبقيش سعيدة بنت اختي ان ما قعدتيش كل يوم تندبي حظك وتقولي يا خالتي عايزة اتجوز عايزة اتجوز. بس من هنا ورايح بقى يا سعيدة، انتي مش هتمسكي تليفون مرة تانية، وكمان هلغي اشتراك النت ومش هشحنه تاني ابدا، عشان الله اعلم المرة الجاية هتعملي ايه. ده انتي بقيتي خطر يا بت. سعيدة قعدت تعيط وتولول وتقول بقى أنا بقيت خطر يا خالتي؟ ده أنا غلبانة وبخت قليل في الدنيا، كل ده يعني عشان نفسي أتجوز وأفرح زي البنات. الخالة وهي بتمسح دموعها منك لله قطعتي قلبي. طب خلاص يا بنت اسكتي اسكتي وبطلي عياط، حقك عليا. بكرة يا حبيبتي عدلك يجيلك وتتجوزي أحلى جوازة. شفتي الباب بخبط، روحي يا حبيبتي افتحي، انا حاسه ان ربنا بعت لنا رساله في الحكايه دي النهارده. ولا اقولك ادخلي انت اغسلي وشك وانا هروح افتح. الخاله راحت تفتح الباب، واول ما فتحت لقت قدام منها ست شيك على الاخر، لابسه عبايه خليجي سودا وفيها لمعه، ولابسه كعب عالي، وايديها الاتنين بشخشخوا كده من الذهب، وصوابعها مليانه خواتم. اللهم صل على النبي، ايه الحلاوة دي؟ اتفضلي يا شابة ادخلي، اهلا وسهلا بيكي. نعمات دخلت وقعدت وحطت رجل على رجل وهي بتقول اهلا بيك انت يا خالتي، انا والله يا اختي جايالك على السيرة الطيبة، بقالي فترة طويلة عايزة اجيلك بس كنت مشغولة في موضوع كده، وكان لازم اجي واحكي حكايتي عشان تبقى عبرة وعظة لكل واحدة. حصلت لنا البركة يا غالية، تحبي تشربي ايه؟ ولا حاجة يا خالة، اصلا انا جايبة معايا ازازة مية معدنية، لان بصراحة كده عاملة رجيم زي ده يجي نص كيلو، عايزة انزله قبل يوم الجمعة. اللهم صل على النبي، نص كيلو؟ ربنا يكون في عون اصحاب البلاوي، ده انا يا اختي اعرف واحدة زي ده 119 كيلو وبتقول وماله عز ابويا، هيروح فين يعني؟ إلا قوليلي يا حبيبتي، لا مؤاخذة يعني في السؤال، هو انت اللي لابساه ده كله دهب ولا فالصو؟ اه يا خالتي دهب، بس يا ريته كان فالصو ولا كان جرالي اللي جرالي. ايه يا اختي المقاسي والاحزان اللي هبت عليكي مرة واحدة؟ ما انت كنت ملعلطة دلوقتي والنور بيبك من وشك. احكي لي يا اختي ايه حكايتك. انا يا خالتي كنت بنت وحيدة على 5 صبيان، كنت عايشة معززة مكرمة ومتدلعة في بيت أهلي، وكنت أنا اللي على الحجر، ما كانوش عايزين يجوزوني لأي حد كده والسلام، وأنا عشان كنت حلوة وزي لهطة القشطة كانوا العرسان عليا قد كده. ما شاء الله يا حبيبتي ربنا يزيدك، وطبعا اتجوزتي واحد متريش وغني، أصل باين عليكي العز. بالعكس يا خالتي، ده أنا اتجوزته فقير وعدمان وكحيان، ده استلف تمن الشبكة اللي جابها لي. يا خبر، وأهلك يا ست نعمان وافقوا عليه ازاي؟ ده انت لسه بتقولي ما كانوش عايزين يجوزوكي أي جوازة والسلام. أصل يا خالتي أنا من خدت وقفت قصادهم وقلت لهم هو ده يا بلاش، يا اتجوز عبده يا إما ما اتجوزش خالص. وتم الفرح يا خالتي، وبعد الفرح خد الشبكة بحها عشان يرجع تمنها لصاحبه اللي استلف منه الفلوس. وشهر ورا التاني بدأوا أهلي وقرايبي يلاحظوا إن أنا عايشة في مستوى فقير وعدمان، وأنا طبعا كنت متدلعة ومترفهة في بيت أبويا، لحد ما في مرة لقيت عبده بقول لك يا نعماتي حبيبتي، أنا مش هينفع أكمل بالشكل ده، أنا لازم أسافر الخليج، لازم أشتغل وأبقى غني،
لازم اعيشك في مستوى عالي، اعلى كمان من اللي كنت عايشة فيه في بيت اهلك. طب وانت هتعمل ايه بس يا عبدو؟ هتجيب تمن العقد منين؟ يا اخويا هو احنا لاقيين ناكل؟ ده عقد عمل في الخليج بالشيء الفلاني. لا، ما انا قررت ان انا استلف من واحد صاحبي، وباذن الله لما اشتغل هبقى ارد له الفلوس اللي خدتها منه. لا يا سي عبدو، والله العظيم ما انت سالف حاجه ولا داين نفسك تاني. امال انا رحت فين؟ بص يا اخويا، انا ابويا كان مسيغني من صغري وانا شايله الدهب، ما برضاش البسه قدام حد. يعني الدهب اللي معايا يكفي مصاريف السفر وزياده كمان. خدهم يا اخويا بيعهم، وانا عارفه ان انت هتردهم لي وزياده لما ربنا يكرمك باذن الله. لا يا نعمات، ما تقوليش كده، انا راجل مصري اصيل ومستحيل اخلي واحده ست تصرف عليا. ده انا بحبك يا نعمات وعايزه اشتغل عشان ازودهم لك. طب والله العظيم يا سي عبده، لو ما خدت مني الدهب وبعته وسافرت لكن زعلانه منك، واعتبر ان انت ما بتحبنيش ومش معتبر ان احنا واحد. وفعلا راح باع الدهب وجهز كل اوراق السفر وسافر يا خالتي بالسلامه. صبرت في الاول شويه ورحت عشت في بيت اهلي، لانه ما كانش سايب لي اي فلوس اصرف منها، وكمان ما كانش لسه دبر اموره في الشغل، لحد ما اخيرا ربنا فتحها عليه وبدأ يبعت لي كل حاجة وهيصني فلوس، وبقى كل ما ينزل يجيب لي معاه الخير كله. ومرت السنين وجبت منه ولد وبنت زي القمر. بسم الله ما شاء الله. ربنا يا حبيبتي يخلي لك ولادك ويخلي لك سعابده ويحميه ويحفظهولك. ربنا ياخده يا خالتي، ربنا ياخده مطرح ما هو قاعد. ليه كده بس يا ستي نعمات؟ ما انت يا اختي من ساعة ما دخلتي وانت بتشكري في الراجل اهو، وبتقول انه منغنغك ومدلعك. ده كان السنين اللي فاتت يا خالتي، اصبري بس لما اكمل لك الباقي. جوزي كان كل ما ينزل اجازة كان بيبقى شهر كل سنة. طول الشهر ده كان بحسسني اني برنسيسة وما فيش من اتنين، بيخرجني ودلعني ولازق فيا كده لازقة طول النهار. لكن أول ما يرجع يسافر ما كنتش أبدا بعرف أتلم عليه، حتى مكالمة التليفون ما كانتش تكمل 5 دقايق على بعض. طب ما هو أكيد يا بنتي عشان مشغول في شغله وطالع عينه هناك. انتي غلبانة قوي يا خالتي، ما هو أنا في الأول كنت بقول كده برضو، لحد لما اكتشفت إن أنا كنت نايمة على وداني. يا لهوي، أنا شكلي كده شم ريحة خيانة. اوعي تقولي يا بنتي إنه طلع بخونك. أكتر يا خالتي، أكتر من الخيانة بكتير. اصبري بس، جايلك في الكلام. في مرة من المرات وهو هنا في أجازة كنت حاسة إنه متغير، خليته نايم وفتحت تليفونه ببصمة صوابعه وقعدت أفتش في التليفون لحد لما اكتشفت إنه متجوز عليا. يا خبر أبيض، طب وعملتي إيه؟ ده أنت زمانك طينت عيشته وفضحتيه وفرجت عليه الناس. لا طبعا يا خالتي، أنا ولا نطقت ولا عملت أي حاجة. ده أنا رجعت التليفون مكانه وقمت خدت دش ولبست أحسن ما عندي وصحيته من النوم وأنا واخدة له صينية الأكل لحد السرير كمان. عندك حق يا أختي تعملي كده، ما انت لازم ترجعي جوزك يحبك تاني عشان يرجع يشوفك ويهتم بيكي زي الأول. ما انت خلاص لازم تحافظي على بيتك قبل ما يتخرب. أرجع مين يا خالتي؟ ما هو أصلا بيحبني وبموت فيا، بس هو اتجوز التانية سد خانة، قال يعني أغرته وتسلى بيها وهي تسلت بيه، بس التسالي بفلوسي وتعبي بتمن دهب يا خالتي، وقعدتي هنا وهو في الغربة، قعدتي من غير راجل من غير ونس. يعني يا خالتي هو ادى نفسه العذر انه يتجوز عليا عشان قال ايه؟ يعيب في نفسه. طب وانا اعيب في نفسي ازاي؟ يا حبيبتي، انت شكلك كده دماغك كبيرة قوي. هي دي الستات الناصحة ولا بلاش؟ جدع يا بنت، برافو عليكي. بس برضو اعذريني، انا مستغربة هدوءك وقتها. ازاي الدم كده ما غلاش في عروقك ومسكتي جوزك ده جبتي نصين؟ عشان ما بقاش غبية يا خالتي، عشان ما خسرتش كل حاجة.
أنا في اللحظة اللي اكتشفت فيها إن جوزي اتجوز عليا حسيت إن أنا انتهيت، اتحصرت على كل سنين عمري اللي راحت معاه. أنا عارفة إن الجواز ده حلاله، لكن كان حقي إنه يسألني، ياخد رأيي، وأنا حرة يا إما أكمل معاه يا إما أتطلق. بس كويس برضو إنه لا قال ولا خد رأيي، وإن الأمور وصلت لكده عشان برضو ما أخسرش كل حاجة. أنا قلبي كده حاسس إن أنت انتقمت منه بالحداقة. احكي كده بالتفصيل الممل. أيوة طبعا انتقمت منه. أنا بقيت أتسهوك عليه بكل فنون السهوكة اللي في الدنيا، وأتدلع براحتي واهتم بنفسي على الآخر، عشان طول ما هو هنا أسحب منه فلوس وأروح أشتري دهب أأمن بنفسي. وحتى وهو مسافر كنت بخترع له أي حاجة بالدلع والسهوكة عشان يبعت لي فلوس أكتر وأكتر. خليته كتب الشقة باسمي وعملت كل اللي نفسي فيه. طب وبعدين ما حاولش خالص يجيب لك سيرة إن هو متجوز من واحدة تانية؟ ما كانش يقدر يا خالتي، عشان كان عارف إني أكيد هطلب الطلاق. ولما خلاص مدته في السفر قربت تنتهي، خلاص بقى متبقي له شهر ونص وينزل، عرفت إنه أكيد هيجيبها لي في إيده وحطني قدام الأمر الواقع. من غير مقدمات رفعت عليه خلع وفضعته قدام كل الناس إنه راجل محدش يستحمله ولا يتعاشر، وإنه مبهدلني وكنت مستحملاه عشان خاطر العيال. يا خبر يا نعمات، ده انت يا بنتي صدمتيه صدمة عمره. امال ايه يا خالتي؟ يعني افضل قاعدة وحط ايدي على خدي بعيط لحد لما الاقيه داخل عليا بضرتي اللي حاربت اهلي عشانه، اللي حرمت نفسي من متاع الدنيا، واقول هو بيشتغل وتعبان؟ لا يا خالتي، مش انا الست الضعيفة اللي تتاخد لحم وتترمي عظم. طب وعامل ايه يا قادرة بعد ما خلعتيه؟ كان هيتجنن، زق عليا كل الناس عشان يفهم انا عملت كده ليه. وانا طبعا اللي طلع عليا اني ما بقيتش طايقاه ولا بحبه، ورحت كمان رفع عليه قضية نفقة للعيال بمبلغ قد كده عشان يبقى يوريني هيصرف على السنيورة التانية ازاي. والله يا نعمات انت دماغك طلعت الماس، وبصراحة هو يستاهل. كان حقك تعرفي قبل ما يتجوز انت مقصرة في ايه. ما انت مهما كان برضو ساعدتيه ووقفتي جنبه، ما كانش ينفع يغدر بيكي ابدا. طبعا يا خالتي، هو كل الطير اللي يتاكل لحمه ولا ايه؟ طب وانت يعني قلبك كان جامد قوي كده انك تعملي فيه كل ده؟ ده انت كده يا بنت ما كانش عندك وقت تزعلي انه اتجوز عليكي. لا والله يا خالتي زعلت، وهبقى بكدب عليكي لو قلتلك ان انا كرهته. انا بحبه قوي، ده انا وقفت قصاد اهلي عشانه، بس كان لازم اديله درس عمره ما ينساه ابدا. طب وهو بقى ما حاولش يرجعك تاني؟ حاول كتير قوي، بس انا كنت سايقه الدلال على الاخر لحد لما عرفت ان هو طلق اللي كان متجوزها هناك. طبعا ولا شغل ولا فلوس، هتفضل قاعده معاه. وقال لواحد من قرايبي انه كان متجوز هناك مجرد نزوه عشان وحدته في الغربه، وخلع منها لما مدته خلصت هناك. وقال له كمان انه شاكك ان مراته هي اللي عملت لي عمل علشان اكرهه عشان تنتقم منه. وطبعا قريبك ده حكالك اللي حصل وعملت نفسك متفاجئة انه طلع متجوز، صح يا نعمات؟ صح يا خالتي، ده انا اتفاجئت وشهقت ومثلت كمان الاستعباط. وهو بقى يا عيني فضل رايح جاي على اهلي يتحايل عليهم ان هو يقابلني، ورحت له حطيت رجل على رجل وعملت نيو لوك جديد ودلعت شكلي ولبسي وجسمي، بقيت زي ما انت شايفة كده زي القمر. رغم ان طول عمري حلوة، بس كنت بستخسر في نفسي عشان ألمله القرش على القرش. انا لو منك يا بت ترجعي له عشان خاطر العيال، وكفاية عليه لحد كده، ده زمانه استوى على الاخر. بيني وبينك يا خالتي هو استوى، وانا وافقت ارجع له بس بشروطي. وحاليا احنا عاملين فترة خطوبة من اول وجديد اهو، نكسر الملل. وكمان شرطت عليه يكتب لي قايمة جديدة ومؤخر، ويجيب لي شبكة من اول وجديد، ويعمل لي شهر عسل. ما انا في اول جوازي استغنيت عن حاجات كتير قوي علشان ظروفه، انما دلوقتي لازم يدفع دم قلبه.
طب وهو يا ست نعمات موافق على دلعك ده كله؟ ما استغربش يعني ان انت سايقه الدلع على الاخر؟ يستغرب براحته، انا ما يخصنيش اي حاجه غير ان انا ليا طلبات وشروط، وهو لو ما معهوش يبقى ما يلزموش. انا ملكه متوجه واستاهل اتصان واتحط على الراس. عندك حق يا ست نعمات، تصدقي يا بت ان حكايتك دخلت دماغي وكيفتني كمان. استني لما انده على سعيده. بت يا سعيده، تعالي يا خيبه الامل. طبعا تلاقيكي دلوقتي مطقطقه ودانك وسامعه الحلقه كلها من البدايه. شفت الست لما تحب تعزز نفسها وتتدلع على الراجل بتبقى عزيزه وغاليه ازاي؟ مش زي ناس عايزه تتجوز عن طريق الخطبه. طب ده الراجل ما يعرفش قيمه الواحده غير لما يحفى وراها. خلاص يا خالتي، فضحتني قدام محل الصاغه اللي قاعد قدامك وفضحتني قدام الجمهور كله. خلاص والله مش هعمل كده تاني وهعزز نفسي. حاضر. بقولك ايه يا خالتي، اسمحي لي بقى كده ان انا دلوقتي اطمنت ان رسالتي وصلت لكل الستات، وكمان عايزه انصح اي واحده جوزها مغترب واقول لها خليكي فوق راسه، يا اما تروحي له يا اما تطلبي ان هو ينزل، عشان زي ما هو عايز يعف نفسك انت كمان من حقك تعفي نفسك. امال ايه؟ ولا هو متحلله 4 واحنا نمشي في الحرام لا مؤاخذه؟ بسم الله ما شاء الله عليكي، ونصتك يا بت طاغية عليكي ومجمدة قلبك. هي دي الستات الشرحة البرحة، هي دي القادرة المفترية، هي دي الستات اللي تاخد حقها وهي حاطة رجل على رجل. انزل يا ابني بتتر النهاية واقفل الحلقة على كده.